السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اخباركم؟ يسعد الله مساكم بالخير والمحبة والامان. جبت لكم برنامج لتحميل الفيديو ويشتغل بالخلفية، وتقدر مقطع الفيديو او تحمل MP3. هذا البرنامج الرابط راح لكم اياه تحت الشرح. هذا شباب اصور ذاك المسح من اليوتيوب، يعني من العفو من المتجر. اصور المسح لان يوم ادور عليه ما لقيته. اصور المسح، يعني جبنا لكم بديل. والبرنامج هم مميز. هذا من البرنامج يعني يعطيك السياق مثل يعني HD. هسه نكتب مثل اي شي نسمعه. مهدي العبودي 2016 راح يطلع لنا شكو شي مهدي العبودي. ان شاء الله تحميل شي يرضى الله شباب. تضغط على هالسهم، شوف هذا السهم الجوا تضغط عليه، انتظر شي قليل. ما راح تنتظر شباب، راح يطلع لك الصيغ تحملها MB، العفو 240 بي او 340 بي او 720 بي، يعني الصيغة مالت الفيديو الوضوح مالتها. او تحمله MP3، يعني حمله مثل صيغة على مود يستعجل بالتحميل. شباب هسه قام يعني يحمل من مقطع الفيديو. شلون تحفظه الى بوم الصور؟ هسه كمل. تجي وين؟ تجي هنا على اشرها بيها، راح تلقى مثل هذا المقطع اللي حملناه. اي مقطع تريد اللي تتحمله وتحول لوين البوم الصور، تضغط على هذا 3 شخوط او مربعات صغيرة. تضغط على مشاركة الملفات، راح تطلع لك البرامج تقدر تشارك بها المقطع الفيديو اللي حملته. من ضمنها راح تطلع لك البرامج انت اللي تستخدمها عن طريق تحمل فيديو. ها كلها برامج اغلبها عندكم. يعني نجي شلون نحولها الى بوم الصور عن طريق هذا البرنامج. نضغط عليه شباب، راح يحولنا وين؟ هذا تقييم البرنامج مو وقتها. حولنا على البرنامج نحمل بيه اي مقطع فيديو. نجي على هاي الخانة وتجي انت اللي محملهن. اذا عندك هذا البرنامج نفس الطريقة تسوي، واذا عندك غير برنامج انت تحمل بيه مقاطع فيديو هم نفس الحالة. على هاي الطريقة راح يحولك وتلقى المقطع الفيديو اللي حملته راح تلقاه. هسه هذا المقطع الفيديو اللي حملناه ونريد نحوله للصور. تضغط على هاي وش تعطي اوبن اي، يعني ان يعني مشاركة مع مشاركة. راح تطلع لك المواقع من ضمنها سيف فيديو. ما تعطي سيف فيديو راح المقطع الفيديو تلقاه ببوم الصور. ان شاء الله الشرح واضح. تقبلوا تحياتي اخوكم سعد السعدي.